السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. يلا بينا، النهاردة هنعمل المشبك السوري بطريقة حلوة قوي، والمقادير متوفرة في كل بيت ان شاء الله. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هيكون عندي هنا اول حاجة نعملوها هو الشربات. كوبايتين سكر عليهم كوبايتين من المية. حطينا كمان هنا نص عصرة ليمون وهرفعهم على النار لمدة هنا 10 دقايق ل5 دقايق. طبعا هنا خلاص بعد ما الشربات تقل زي ما انتوا شايفين كده، ولا عايزين يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، الوسط زي ما انتوا شايفينه. هنعجن هنا العجينة كوبايتين ونص من السميد اللي هو السمونين يا جماعة اللي بتاع البسبوسة. حطيت كمان عليها كوباية من الطحين اللي هو الدقيق العادي، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. وهبدأ هنا حطيت كمان معلقة كده من معلقتين كده او 3 معالق من السكر. فايدة السكر هنا بتدي لون الجميل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر، وبتدي طعم حلو قوي في العجينة. حطينا كمان هنا معلقتين من اللبن البودرة، وفايدة اللبن البودرة ده بيساعد معايا العجن يعني زي الحليب بالظبط. طبعا هنا بنبدأ نعجن هنا عندي بالمية. حطينا كوباية كده من المية، ونبدأ هنا بالتدريج. المية دي بالتدريج يا جماعة، مش عايزين ولا عجينة سميكة ولا لينة ولا اي حاجة، هتشوفوها في الاخر. تاني كوباية، طبعا العجينة زي ما انتم شايفين هي تخينة زي ما انتم شايفين كده. حطينا الكوباية التانية، اصبح حطينا قد ايه من المية؟ هما كوبايتين من المية. لا بقى في المرحله دي هنقلب زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انتوا هنا تحسوا اللي هي قوامها سائل، لا يا جماعه، اللي هو الدقيق السمينه ده بيتشرب، بياخد ميه كتير يعني بيتشرب. طبعا احنا كده خلاص. هنا بصوا العجينه ما شاء الله بتبدا ايه قوامها الجميل اللي احنا شايفينه ده، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني الوسط. هنريحوها يا دوبك لمده 10 دقايق بس مش اكتر. وبعد كده هنجيبوا القمع بتاعنا والبلبله اللي انت حابه الشكل اللي انت عايزاه. طبعا هنا خلاص كده بعد ما سيبناها ترتاح 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده هنبدأ في التشكيل. طبعا احنا حطينا قد ايه ميه؟ حطينا كوبايتين كده من الميه، وكل دقيقه يا جماعه او سمنينه بيفرق عن التاني. ممكن تاخد معاكي من كوبايتين ونص، ممكن ل3 كوبايات الا ربع، يعني ممكن كوبايه ونص، يعني حسب القوام الدقيق اللي عندك ايه، او اللي هو السمنينه. طبعا هنا خلاص كده حطينا على زيت غزير، مش سخن قوي ولا بارد قوي. طبعا هنا النار لما تحسي الزيت عندك دخل في الغليان، يعني بيبدأ الزيت يسخن جامد وغلي معاكي، تروحي موطيه النار عشان ما ياخدش لون، وفي نفس الوقت تبقى من جوه تلقيها من بره كده خدت اللون الجميل، ومن جوه تلقيها معجنه معاكي ويبقى طعمها مش لطيف. خلاص كده هنا بقى في المرحله دي بنبدأ نحطه في الشربات اللي احنا عملناه اول حاجه اللي هو البارد، والمشبك هيكون عندي السخن. خلاص كده عايزه اقول لكم ريحتها بجد خطيره جدا. وما تنسيش كمان تحطي رشه بسيطه جدا من الملح ورشه من الفانيليا، يعني زي ربع معلقه كده صغيره من الفانيليا. هتاكلي احلى بلح شام كده، وطريقتها حلوه، ومقاديرنا كلها متوفره في كل بيت. شايفين الجمال؟ بجد طعمها حلو قوي قوي، والاولاد اتبسطوا بيها جدا. حابه تشكليها بقى من مكسرات. لو عجبتكم حطوا لايك، والسلام عليكم.